بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. للأسف هبدأ بأهم موضوع عندي، وهبدأ بالنادي الأهلي اللي خطف أهم صفقة من الزمالك. النادي الأهلي رسميا بيحصل على توقيع كابتن نادي الزمالك قبل نهاية الدوري، تخيلوا، بأسبوعين. ضربة موجعة بيمر بيها نادي الزمالك، ان الاهلي كالعاده بيخطف الكابتن بتاعه. موضوع مهم جدا هنتكلم مع حضراتكم فيه، ولكن خلوني في البدايه اسلم على حضراتكم واذكركم باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. في البدايه قبل ما اكمل موضوعي على النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي الكبير اللي اكيد الزملكاويه هيزعلوا مني في الحلقه دي، ولكن لازم الزملكاويه يعرفوا ليه النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي القيم والمبادئ. قبل بقى ما ادخل في الموضوع ده خالص وقبل ما نتطرق اليه، عاوز اوضح توضيح مهم جدا جدا ممكن يكون اتفهم غلط في فيديو الصباح. اتكلمت على لعيبة الزمالك اللي كانوا مركبين طيارة مصر للطيران، طيارة عادية مش طيارة خاصة، ومسافرين الجزائر، وقلت ان اللعيبة وكأنهم يعني راكبين ميكروباص ومش عارف ايه والكلام ده كله، وعبود وموقف عبود والكلام ده كله. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بهذا الكلام هو الموقف المتخاذل من مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه النادي. من المفترض ان انت بتلعب نهائي افريقيا فتوفر طياره خاصه اللي بتدي قدرا كبيرا من الراحه للعيبه الفريق. يعني كل لعيب بقى يقعد بالبلدي كده يربع على كرسي يفرد رجله، زي ما بنشوف في لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز اللي بيسافروا الادوار التمهيديه بطيران خاص. انما انت كنادي الزمالك بتلعب نهائي افريقيا ومسافر بطيران عادي مش بطياره خاصه. فده كان قصدي من انتقادي لمجلس اداره الزمالك، ان لعيبه الزمالك قاعده مع ناس مسافرين طبيعيين، وكل لعيب قاعد على الكرسي وكانهم قاعدين في ميكروباص. ده المقصود من كلام الصبح. انما هل كلامي مقصود بيه الشركه الوطنيه العملاقه مصر للطيران؟ اقسم بالله ابدا. شركه مصر للطيران، وهذا ليس نفاق ولا رياء ولا مجامله، من افضل، او بالنسبه لي هي افضل شركه على مستوى العالم في الامن والامان والكواليتي والراحه وكل حاجه تقدر تتكلمها على شركه مصر للطيران. فالمقصود هو تخاذل مجلس اداره نادي الزمالك اللي سفر اللعيبه بطيران عادي، وليس المقصود اطلاقا شركه مصر للطيران، الشركه العملاقه، الشركه الوطنيه العملاقه اللي كلنا يعني بنكن ليها كل الاحترام والتقدير. فممكن يكون كلام الصبح اتفهم ان انا بتكلم على شركه مصر للطيران. اقسم بالله ابدا، انا بتكلم ان اللعيبه مسافرين طيران عادي مش بطياره خاصه. انما طبعا شركه مصر للطيران يعني يا بخته ويا هناه ويا سعده اللي بيبقى دايما مواظب انه يسافر على رحلات مصر للطيران الجميله المريحه جدا. تعال بقى ندخل على الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. في البدايه عاوز اعزي محمد شحاته في وفاه والده، ويا ريت كلنا نعزيه طبعا. البقاء لله يا شحاته في وفاه والدك، وهنتكلم بعد شويه على الكلام ده كله. انما تعالى بقى ندخل على النادي الاهلي. النادي الاهلي في مقطع فيديو تداول للكابتن مدحت عبد الهادي وهو بيسب النادي الاهلي. النادي الاهلي قرر انه يقاضي الكابتن مدحت عبد الهادي ويعمل فيه بلاغ للنائب العام. حلو حلو. كابتن مدحت عبد الهادي طلع في لايف على صفحته وقال ان انا لا اقصد تماما الاساءه للنادي الاهلي، والفيديو تم اجتزاؤه من سياقه. يعني الفيديو هو فيديو كامل ان الكابتن مدحت بيقول لاحد الجماهير يعني ما تشتمش الاهلي وتقول كذا كذا لان ده ما يصحش ومش عارف ايه والكلام ده كله. وطلع الكابتن مدحت عبد الهادي وضح. اعتقد ان احنا كلنا عارفين النادي الاهلي ازاي هو نادي عنده مبادئ. كلنا عارفين الموضوع ده لا شك ولا ريب فيه. لو هتتكلم على المبادئ والقيم فهو النادي الاهلي. بجد انا كنت اليومين اللي فاتوا، انتوا عارفين، بعد وفاة الفنان هاني شاكر بمر بظروف نفسية مش كويسة. انتوا عارفين كانت علاقتي معاه عاملة ازاي. انما النادي الاهلي كتر خيره هو اللي بيحاول يخرجني من اللي انا فيه بسبب اللي بيعمله. فالنادي الاهلي احنا كلنا عارفين مدى
كرامته وما بيسمحش لحد بيغلط فيه ابدا. لا سمح لامام عاشور انه يغلط فيه، ولا سمح لامام عاشور انه يهين رموزه التاريخيين، ولا سمح لامام عاشور ان هو يسب امهات جماهير الاهلي، ولا سمح لياسين مرعي انه يشتم رموز الاهلي، ولا سمح لاحمد عيد انه يسب ويهين امهات جمهور الاهلي ويشتم كل الاهلاويه. النادي الاهلي ما سمحش بده كله. ليه؟ لانه نادي قيم ومبادئ يا جماعه. النادي الاهلي ما عندوش عضو مجلس اداره لسه شاتم الحكم بامه وجه امام مرأى ومسمع الجميع. النادي الاهلي ما عندوش جمهور محترم بيغلوش على النشيد الوطني، ولا بيكسر الكراسي بتاعت ملعب برج العرب، ولا لسه شاتمين الاسطوره بتاعتهم والرئيس بتاعهم لما قعدوا يقولوا له مش عارف ايه يا بيبو، مش عارف ايه يا بيبو، مش عارف لا تتنحى قعدوا لا، جمهور الاهلي ما قالش كده خالص. جمهور الاهلي جمهور محترم. الاهلي ما عندوش لعيبه سباب الدين وبتضرب اللعيبه زمايلهم بالاقلام على وشهم وبتسب لهم دينهم ودين اهاليهم. النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده يا جماعه. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه يا فندم؟ النادي الاهلي ما عندوش شادي محمد اللي لسه كان شاتم جمهور الزمالك من شهور قليله. النادي الاهلي ما عندوش كده. النادي الاهلي ما عندوش لعيب بيضرب الحكم على قفاه قدام مرأى ومسمع الجميع. فالنادي الاهلي نادي محترم. واذا تحدثت عن الاحترام فكفى انك تقول النادي الاهلي رمز القيم والمبادئ الحقيقيه. واستاذنك عشان نبدا نخش في المواضيع بتاعتنا، لما اقول لك الاهلي رمز القيم والمبادئ الحقيقيه استاذنك ما تقوليش وشك في الحيط وقفاك ليا. فالنادي الاهلي الكابتن مدحت عبد الهادي طلع وضح. السؤال لحضراتكم وانا عندي الاجابه، بس هسالكم الاول كنوع من انواع الديالوج ما بيننا وبين بعض. احنا اصحاب يعني، واذا كنت مش عاوز تعمل لايك او حاجه براحتك، بس اسمع دي وبعدين اعمل لايك، يعني ما تعملش دلوقتي. هل سيتعاقد النادي الاهلي مع الكابتن مدحت عبد الهادي كابتن نادي الزمالك في صفقه انتقال حر؟ هل سيتعاقد النادي الاهلي بعد الكلام اللي طلع ان الكابتن مدحت شتم النادي الاهلي؟ فهل يعني سيتعاقد النادي الاهلي مع الكابتن مدحت عبد الهادي ام لا؟ انت هتقول لي هيتعاقد، صح؟ انا بقول لك لا، لان مدحت طلع اعتذر. مدحت طلع اعتذر فمش هيتعاقد معاه. انما لو ما كانش اعتذر كان الاهلي تعاقد مع الكابتن مدحت عبد الهادي مدربا للنادي الاهلي. مش عارف انتوا رايكم ايه، ولكن من معرفتك بكرامه النادي الاهلي وكرامه جماهيره وشخصيه النادي الاهلي، من معرفتك بيهم، هل سيتعاقدوا مع بلدوزر الزمالك الكابتن مدحت عبد الهادي قلب الاسد ولا لا؟ هو اعتذر او مش اعتذر، هو وضح. فهل سيتعاقد النادي الاهلي معاه ولا لا؟ انا بقول لا لانه اعتذر. انما لو ما كانش اعتذر كان الاهلي تعاقد معاه. مش عارف رايكم ايه، اكتب لي رايك في التعليقات. وانت بتعمل كده بتكتب رايك يبقى قول لي ان انت عملت اللايك. تمام تمام. فالا النادي الاهلي، الا النادي الاهلي اللي يغلط في النادي الاهلي اكنه غلط فيا. نادي محترم، نادي القيم والمبادئ الحقيقيه. وجمهور النادي الاهلي نفس الكلام برضه، جمهور محترم بيحافظ على كرامته المصونه. ربنا يسامحني على الكذب اللي انا عمال اكذبه. تعال ندخل في الزمالك. مش عارف في ايه، يعني احنا بقالنا 3-4 ماتشات ما بنلعبش كوره، وانا هولع. ويا عم مش لازم تلعب لي سكسي فوتبول بقى وتعمل لي بقى فيها انا مش عايز حتى تلعب كوره حلوه، بس على الاقل عاوز الحد الادنى من انك تجز على اسنانك. مش عارف انتوا فاهميني ولا لا؟ يعني انا ما بقولش الزمالك لازم يلعب كوره حلوه، لا يا سيدي، البطولات بتكسب ولا تلعب، انا معاك. ومش لازم اداء والاجهاد والكلام ده كله، اوكي والله. بس انا ملاحظ الزمالك بقاله 3 أو 4 ماتشات لعيبته مش بتجز على اسنانها، زائد كابتن معتمد بيعمل حاجات غريبه في الكوره. فدول الحاجتين اللي انا ملاحظهم من فتره. ملاحظ حاجه تانية، كلما اقتربت البطوله كلما زادت الصعوبات او المعوقات. اللي ربنا يجيبه كويس، اللهم لك الحمد والشكر. ولكن ملاحظ ان احنا كل لما نتقدم خطوه يحصل صعوبات. يعني اخوان بزيرة ده انت 3 ماتشات وتخلص بطولتين.
يتصاب اهم لعيب في الفرقه حرفيا، اللي هو يعني لو الريتم عالي الفرقه رتمها، عارف مؤشر العربيه كده لما بتبدا تزود السرعه، فهو خوان بزيرة مؤشر العربيه كده، تلاقي الزمالك رتمه عالي، ينزل الزمالك رتمه ينزل، يتصاب خوان بزيرة. النهارده نفوجئ كلنا يعني طبعا قدر الله ونافذ لا محاله يعني، والله ما لا اعتراض. فوجئنا كلنا بمحمد شحاته نجم الزمالك ونجم منتخب مصر، فوجئنا كلنا ان والده توفى، وقبل 48 ساعة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة، المباراة المصيرية. وسبحان الله هي جاية في لعيب ملوش أصلا بديل، وبيلعب في مكان مش في مكانه، يعني لعيب احنا جايبينه يسد خانة، فحصل له ظرف، وظرف مش يعني، اللي ابوه مات وامه ماتت. يمكن انا والدي توفى وحسيت اقسم بالله العظيم من 2018 في شهر 4 تحديدا 2018 لغايه دلوقتي، اقسم بالله العلي العظيم، وعندي غصه في قلبي وعندي مراره. وابويا ده صورته معايا على التليفون ما بيفارقنيش لانه كان صاحبي مش ابويا، فانا مجرب فقدان الاب. وربنا يا رب يدي امي الصحه والعمر، وربنا يا رب يرحم امهاتنا او ابهاتنا جميعا، يعني لو حد من حضراتكم عنده حد فقد عزيز يعني، ويخلي له سواء والده او والدته او الاثنين، يخليهم له يا رب، يبارك له فيهم وفي عمرهم. ولكن موت الاب هي فجعه. جون ادوارد حاول ينزل محمد شحاته مصر، ولكن ظروف الطيران، انت عارف بقى عشان تحجز وتاخد وقت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ظروف الطيران بتاخد منك انك لازم تحجز. فطبعا النهارده كانت دفنه بتاعت والده، فمحمد شحاته عشان يحجز وتشوف له بقى اقرب رحله طيران من الجزائر لمصر، ولا يوم زياده او يومين، فما لحقش محمد شحاته. فجون ادوارد عمل اللي عليه وكان عاوز يصفره، ما لحقش محمد شحاته. اخوات محمد شحاته كلموه قالوا له ما تنزلش، خليك انت في ظرف برضه صعب وفي ايام صعبه في شغلك، خليك. والوالد رحمه الله عليه يعني اتدفن او هيتدفن النهارده، ومجيك مش هي، هو موقف صعب، وخاصه اللي في الغربه. محمد شحاته يعتبر في غربه، والوالد لما بيتوفى في غربه بيكون الموقف صعب جدا. ربنا يا رب يرحمه يا شحاته. ومش عارف الزمالك هيقدر يعمل ايه، شحاته هيقدر يلعب؟ طبعا صعب جدا، الزمالك في موقف صعب جدا. ومش عاوز اخضكم واخوفكم، انا مش مطمن لموقعة السبت، الظروف المحيطة بالاتموسفير ده، مش عارف، حاسس ان يعني خوان بزيرة مع محمد شحاتة اتنين لعيبة مالهمش بدايل، ربنا يستر على الزمالك. طيب، الكاف اخيرا بشكل رسمي وجه ضربة رسمية للاهلي. الكاف طلع تصريح منذ قليل ان الكاف يقرر عدم زياده الانديه في دوري الابطال، فكده الاول والثاني بس. فكده بقى النادي الاهلي العظيم اللي ان شاء الله يطلع الثالث يروح كونفدراليه، يروح يمصمص هناك مع البط الكيني والوز الاثيوبي والمش عارف ايه، ولو احتاج خبرات الزمالك في الكونفدراليه هنبقى ننقلها له، لان النادي الاهلي مش خساره انك تنقل له حاجه يعني، نادي شقيق ونادي عظيم، ولسه قايل لكم عنده كرامه ومبادئ زي الاستك منه فيه ماشي. فاعتقد ان الزمالك هيفيد الاهلي بالخبرات اللي الزمالك اخدها في الكونفدراليه. برضو ما ننساش، نسيت اقول لكم طبعا في البدايه وانا بتكلم عن النادي الاهلي العظيم، كهربا لما كولر رحله الكابتن محمد رمضان، لما رحلوه مش عارف كانوا بيلعبوا فين، وشتم النادي الاهلي وشتم ادارته وشتم جماهيره في وسط الفندق، وكانوا في رحله بره، لما رحلوه في نص الليل وجه في طياره لوحده. برضو النادي الاهلي نادي عمر ما يقبل حد يغلط فيه، ربنا يسامحني على الكذب اللي انا بكذبه، وعلى النادي اللي مؤاخذه اللي انا بتكلم عليه. عاوز اتكلم على موضوع تاني.
زيزو في بدايه الموسم يمكن انا طلعت وحلفت بالله وقلت ان زيزو مش هيجيب 10 تجوان في الموسم، وقلت لكم لو جاب 10 تجوان في الموسم انا مش طالع على اليوتيوب تاني ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه. زيزو ربنا اكرمه وجاب الجون الخامس من ضربه جزاء طبعا كالعاده مع الاهلي امام انبي. هل تعلم ان الجون ده زيزو احرزه، او ضربه الجزاء يعني هو مش جون يعني ضربه جزاء، هل تعلم ان ضربه الجزاء دي زيزو احرزها بعد مرور 98 يوم بدون احراز اي اهداف؟ تخيل رقم قياسي ده يخش موسوعة جينيز. ايه غلس دي؟ لا مش غلس، جينيز. ارقام تعور بجد. جايب 5 تجوان هذا الموسم منهم 3 ضربات جزاء، يعني جاب جونين من لعب مفتوح في موسم كامل، ما بين دوري وما بين كاس مصر وما بين سوبر وما بين دوري ابطال افريقيا وما بين مش عارف ايه. لعيب عالمي. شوف بقى انت بياخد في السنه 161 مليون، شوف بقى انت عاوز تقسم الجونين، لان ضربه الجزاء دي اي حد بيدخل يشوطها يعني، انت فاهمني؟ فضربه الجزاء دي ما لسه حسام عبد المجيد كان بيشوط ضربات جزاء ومش عارف ايه وبيضيع وبيجيب، فضربه الجزاء عاديه يعني. انما جونين من لعب مفتوح في موسم كامل، لا الوانه زي الاهبل. بقول لكم ده لو جاب 10 تجوان، انا كنت المفروض اقول لكم ده لو جاب 4 تجوان، بس انا عشان كنت طيب اول الموسم قلت لكم ده لو جاب 10 تجوان انا مش هطلع ومش هتكلم تاني. ف ما اعرفش في لعيب اسمه، بص هقول لك دلوقتي على اسمه، زيزو حقق الرقم القياسي بتاعه. مدافع غزل المحله اسمه شوشه بيتساوى مع زيزو في عدد الاهداف، جاب برضه 5 تجوان، بس ما اعتقدش يعني ان كابتن شوشه ال5 تجوان دول يعني فيهم هتلاقي ضربه جزاء ضربتين، ما اعتقدش انه عدى الرقم القياسي بتاع زيزو ان جاب 3 ضربات جزاء من 5 اهداف احرزهم هذا الموسم، منهم جونين بس لعبه مفتوح. بصراحه الارقام دي ارقام تخليك لا مؤاخذه ترجع. طيب ده بالنسبه تعالى بقى ندخل في موضوع تاني. في حاجه هتطلع تسريب الفتره اللي جايه من لجان جمال اوراني، هيطلعوا هم خلصوا موضوع الحكم، اصل حكام اجانب، اصل حكام مصريين. طب ما انا لو بحب المصريين ما كنتش جبت اجانب. لا انت بتجيب اجانب. طب ما عشان المباراه حاسمه. لا طب ما بتجيبش مصريين ليه؟ اجيب مصريين. انت ما بتحبش الاجانب. نفس جحا، عارفين قصه جحا وابنه؟ يركب الحمار، ينزل من على الحمار، هما الاثنين يمشوا والحمار جنبهم، هما الاثنين يركبوا فوق الحمار. الناس كده كده ما حدش بيعجبها حاجه. نفس قصه جحا. الواد برطمان والبوستات اللي بياخدها من جمال العجل اوراني، ماشي، البوست ابو 2000 جنيه في على فودافون كاش، ويقعد يرجع برطمان. هو مش عارف هو عاوز ايه. هو برطمان الاداء اللي الزمالك عامله والنتائج اللي الزمالك عاملها السنه دي مخليه برطمان يعني الالتهابات عنده في احد الاماكن ما في جسده ملتهبه المكان ده يعني. المهم هيطلع الفتره اللي جايه ايه بعد موضوع الحكم؟ اصل الزمالك ما دفعش الفلوس، احنا ما شفناش الشيك، الفلوس ما سمعتش في حساب اتحاد الكوره، مش هيطلع لك. وانا بقول لك الكلام ده تسريب من عندهم. طب هتشوف الفتره اللي جايه عشان تعرف اللي انا مخترقهم، هيطلع لك الفتره اللي جايه نفس القصه. اصل ما دفعوش فلوس الحكام، اصل هو مش عارف هو عاوز ايه. هو عارف البرطمان والاهلي عامه يعني، لسه الاهلي اهو بكلمكم على موقف مدحت عبد الهادي. الاهلي ده عارف بيفكرني بايه؟ الاهلي والعيال السوشيال ميديا بتوعه عارف بيفكروني بايه؟ عارف الست اللي في المناطق الشعبيه اللي بتصحى بقى من النوم من النجمه زي ما بيقولوا كده، وبتقعد على باب الحاره على الناصيه، تقعد عماله اللي رايحه واللي جايه وتتكلم مع ده يعني شوف الاهلي فاضي لدرجه قد ايه. مدحت عبد الهادي فيديو انتشر له على السوشيال ميديا، طب ما شادي محمد منشر له فيديو ومش عارف مين منشر له فيديو. الاهلي بقى مره فاضيه. الاهلي هو المره الفاضيه اللي قاعده ده شتمني، ده محمد مصطفى قال عليا مره فاضيه، ده محمد مصطفى قال عليا مشبوه الكره المصريه.
ايه يا اهلي مالك. والغريبه والعجيبه ان مش لاقي ذكر في البلد دي ياخد الملف اللي فيه مخالفات الاهلي اللي مع الاستاذ وليد الفيل ويبعته على النائب العام. هو ده بقى يا محمود يا خطيب اللي المفروض يروح للنائب العام، الملف بتاع وليد الفيل. مش انت بتبعت ضد مدحت عبد الهادي للنائب العام؟ اللي يستاهل يروح للنائب العام انت ومجلسك يا محمود يا خطيب، تروحوا للنائب العام يحقق سيادته او الفريق بتاعه يحققه في الملف بتاع الاستاذ وليد الفيل. وسواء براءة او ادانة دي حاجة مش بتاعتنا، دي حاجة في مجرى التحقيقات. ولكن الناس بتقول ان الملف ده فيه فلوس اهدارات ومدربين ولاعيبه، ولسه خالد طلعت عامل احصائيه على موديست اللي اتكلف صفقته $1,000,000 وما لعبش دقيقتين على بعض. ما يا كابتن، يعني مين في مصر يروح للاستاذ وليد الفيل او الاستاذ وليد الفيل ياخد الملف ده ويطلع بيه على سياده النائب العام؟ هو ده محمود يا خطيب، وهو ده اهلاويه، وهو ده جمهور الاهلي اللي يستاهل يروح للنائب العام يحقق سيادته فيه، يشوف الكلام ده صح ولا غلط، يشوف الناس اللي بتطلع بتهمهم على السوشيال ميديا على الكابتن الخطيب المحترم، الكابتن الخلوق، الكابتن الجميل، يشوفوا الكلام ده اللي مع الاستاذ وليد الفيل صح ولا غلط. احنا مش طالبين غير اننا يعني انا عاوز اظهر براءة الكابتن الخطيب، انا بحبه وعاوز اظهر براءته. ما الملف ده اتحول لسيادة النائب العام؟ ليه الملف راح وزارة الشباب والرياضة وتصهين عليه؟ ليه الاستاذ وليد الفيل مش عاوز اقول ما جرؤش، ما وداش الملف للنائب العام زي ما وداه لوزارة الشباب والرياضة؟ هل لان وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة وهي اللي المفروض المنوط بيها انها ليها سلطة على الاندية، فبالتالي الاستاذ وليد الفيل اتجه للطرق الشرعية اللي هو وزارة الشباب والرياضة انها هي اللي تحقق وتشوف؟ معرفش ايه الصح، دي عايزة بقى حد قانوني. هل الاستاذ وليد الفيل عمل الصح، ولا كان المفروض الاستاذ وليد الفيل يبعت الملف بتاعه لوزارة الشباب والرياضة وهو يروح يقدمه بنفسه، هو واعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي المفروض كانوا يروحوا يقدموه لمكتب سيادة النائب العام؟ انا بصراحة ما اعرفش، انا بسألكم واللي عنده معلومة يقول لي. هو ده اللي المفروض يروح للنائب العام يا خطيب، مش اصل مدحت شتمني، اصل محمد قال لي، اصل ابراهيم عدلي. هو ده المفروض يروح للنائب العام. المهم عاوز اقول لكم نادي سيراميكا هو على قمة أندية حريم السلطان، كلنا عارفين الكلام ده كله. هل تعلم بعضا من الحقائق؟ هقولها لك. نادي سيراميكا قرر مسؤوليه رصد مكافأة خيالية لكل لاعب في حالة الفوز على الزمالك. ده رقم 1. 2، تم إصدار كلمة شرف من مسؤولين الأهلي لعلي ماهر إنك لو كسبت الزمالك ستكون مديرا فنيا للنادي الأهلي. ده غير المكافآت الخيالية للجهاز الفني والإداري والطبي، ده غير اللاعبين اللي موعودين بمكافأة خيالية، ده غير تم وعد عماد النحاس مدرب المصري اللي الاهلي هيلعبه الماتش الاخير، تم وعده انك هتكون في الجهاز مع مين؟ مع علي ماهر. ده في حالة ايه؟ لو الاهلي كسب المصري. يا كابتن عماد كانوا الناس بيقولوا عليك عماد تفويته، بس انا بقول ان انت راجل محترم، عمرك ما فوتت مع المقاولين لما كنت مدرب، لما كنت كسبان الشوط الاولاني 2-0 والشوط الثاني نزلت اترقعت 3. الناس عليك قالت ساعتها انك تفويته، انما انا طلعت قلت لهم لا كابتن عماد مش تفويته، كابتن عماد راجل محترم. علي ماهر الشهير بعلي تفويته برضه يعمل ماتشات ايه بيتألق قدام كل الانديه، ويجي قدام الاهلي يبقى كابتن علي تفويته. برضه انا قلت للناس ان الكلام ده غلط مش صحيح، كابتن علي مدرب محترم وبيحترم مهنته وبيحترم شغله. فشفت اللي الاهلي بيعمله والرعب اللي الاهلي فيه، شفت حالة الذعر اللي الزمالك بيتسبب فيها للاهلي.
لا حول ولا قوه الا بالله. على راي يعني شيكو بانزا في احد الفيديوهات على السوشيال ميديا، قول لا حول ولا قوه الا بالله، حاج اضرب كف على كف، لا حول ولا قوه الا بالله. عارف انت الفيديو ده؟ ف هيتجننوا، والله العظيم هيتجننوا، والله العظيم. محمود الخطيب الله يكون في عونه، لان ان شاء الله هيطلع ثالث، وبيراميدز ان شاء الله هيكسب ان شاء الله. يا عم ده انت بتنافس بيراميدز، ان شاء الله هيكسب، ان شاء الله بيراميدز هيكسب. اضرب كف على كف يا حاج، ان شاء الله بيراميدز هيكسب. شفت الزمالك عامل ايه في الاهلي؟ ولكن الكابتن علي ماهر هيغيب لانه مطرود الماتش اللي فات، هيغيب ماتش الزمالك، هيديره بقى من المدرجات. ومحمد عبد الله لعيب الاهلي الولد الممتاز المعار برضه واخد انذارات، وفخري لقاي برضه هيغيب، وسعد سمير هيغيب. فثلاث لعيبه، محمد عبد الله وفخري لقاي وسعد سمير هيغيب. ولكن يبقى سيراميكا فريق كبير وعنده لعيبه كويسه جدا 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 جدا. ده غير المكافآت عشان بدأوا يهروا وبدأوا الرعب وصل لأقصى مستوى ليه من الزمالك يا عيني. لا وايه ده، انا هعمل لكم حلقة. اصل يقول لك الاهلي في اضعف موسم ليه، بس انا مش هطلع اتكلم كده كلمتين منقوشين من على السوشيال ميديا على رأي مجد المصري. انا هعمل لك حلقة محترمة، هقول لك مين اللي اوسخ موسم ليه. اوسخ موسم وصارفين على 2 لعيبه مليار جنيه يا اخي، احمس او تحتمس. بس انتوا عارفين انا بحب دايما الرواقه. يعني زيزو ليه حلقه، والعقد بتاعه والمفاجآت والتفاصيل، ودكتور كمال شعيب قال ايه، عامل لك بص، بس مش وقته، مش وقته، مش مركز والله اعمل حاجه. ففكروني. سعدت جدا بيكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحه وسعاده. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم، الف سلامه.